طلعت خبيثه قوي، خبثه قوي يا اختي. ايش حال يا اختي؟ ما الناس كلها بتروح العمرات اهو، المحدثين كده. وحط مين اللي خطط؟ ايوه ايوه. ايه يا مروه؟ ايه هند؟ عماله اتصل بيكي تليفونك مقفول مقفول مقفول. تعالي عندي ليكي خبر بمليون جنيه. عامله ايه يا عصمت؟ ازيك يا قلبي؟ عامله ايه هند؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه يا عم؟ شفتوا بقى؟ في ايه؟ تخيلوا ايه اللي حصل؟ ايه؟ قولي بقى كده. ايه اللي حصل؟ قولي يا عصمت. يا اختي اختك جايه حاميه علينا ليه؟ في ايه؟ تخيلوا بقى. ايه تخيلوا. في ايه؟ اخبار اختك؟ رحت النهارده وانا معديه كده اهو، قلت اخش اسلم على عمتك نوال. ماشي. تمام. دخلت السلام عليكم يا عمتي حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ قالت لي الحمد لله. فينك؟ بقالك كام يوم صوتك مش باين ومش بتكلمينا. قالت لي معلش. قلت لها بقول لك امال فين منال؟ راحت اتلجلجت كده قالت لي منال. قلت لها في ايه؟ قلقتيني. قالت لي بصراحه انا ما بعرفش اخبي، منال بقى لها 3 ايام في العمره. 3 ايام في العمره. منال بنت خالة عمتك بقى لها 3 ايام في العمره؟ تخيلي انت. رحت جيت بصيت لها كده. طب ويا اختي ما قالتش ليه؟ رحت جيت قلت لها مبروك يا طنط. هي ما قالتش يا عمته مبروك، ربنا يا رب عقبال الحج. بس الصراحه اتضايقت، جيت قلت اقول لكم يعني منال دي مش بنت عمتنا بس، دي اكله شربه قاعده معانا، ازاي تخبي علينا حاجه زي كده؟ خايفه من الحسد. يعني احنا هنحسدها حاجه من الاتنين، يا اما هي ماشيه بمبدا داري على شمعتك تقيد، يا اما احنا بقى خايفه تحسدنا. لا بس عيب، احنا قرايب يعني. عيب احنا قرايب يعني واحنا لو احنا ما عرفناش، لو الغريب هنقوله ماشي، بس احنا قرايب، دي بنت عمتنا يعني. على الاقل تقول لنا عشان كنا حتى رحنا سلمنا عليها. نبارك لها او نروح نسلم عليها قبل ما تطلع. ايه المشكله يعني؟ ولا هي خايفه لا تجيب هديه ولا تجيب لنا مصليه ولا اسدان من هناك؟ احنا ولا عايزين حاجه، واحنا مش عايزين منها حاجه الحمد لله. كنا قالوا لها ادعي لنا دعوه في الحرم. انا بقى اتفاجئت مفاجاه مش قادره اوصفها طبعا، كنت هموت هتجنن. واحنا عصمت كل حاجه. عمتك ليه يا هند؟ وقلت لها عمتي، هو دي حاجه تستخبى ليه؟ خبت علينا يعني. ما اعرفش يا عصمت، انا هقول لها ايه؟ واحده ما قالتش تقول لك بقى 3 ايام في العمره يعني خلاص طلعت خلاص. هقول لها ايه؟ انا خدت الكلمتين قلت لها ما قالتش ليه يا عمته؟ طيب كنا هي قالت لي كلمتين من هنا وانا سكت. قلت هقول ايه يا مروه؟ خلاص بقى 3 ايام في العمره، ما راح اقول ايه؟ ما اتكلمتيش ولا علقتش في اي حاجه؟ علق اقول ايه؟ بص يا عصمت، حرقت الدم يا عصمت، انا اتحرق دم يا عصمت. انا لو كنت مكانها كنت اتكلمت قلت لها طب ليه يا عمتي يعني المداريه؟ لو حد غريب وبتداري منه هنقوله ماشي ده غريب. انا اللي هيموتني اللي احنا كنا بنتكلم مع بعض انا وهي وقاعدين عمالين انا احكي لها في تفاصيل عندي وهي في تفاصيل عندها وما قالتليش. يعني دوت كده الكلام دوت المفروض انا كنت مكلماها الصبح قبل ما هي تسافر. تخيلوا بقى. ليه اللقم وليه الخبز؟ مش عارفه يعني، حتى بيوت ربنا اللي بيروحوها بيتخبسوا فيها. هو دي كاتب كتاب ولا فرح ولا دخله حرقتي دم هيخبوا عليها؟ يا ريتك ما كنت جيتي قلت لنا يا شيخ. دي حاجه لربنا يعني. فيها ايه لو قال؟ طب ستي قلنا واقضوا حواجبكم بالكتمان، ما كانتش تقول غير لما الاجراءات تخلص. استعينوا على قضاء حواجبكم بالكتمان ماشي يا مروه، بس ما يبقاش كده مش علينا احنا مروه يعني. احنا زي اخوات، احنا من صغرنا متربيين مع بعض. 3 ايام هناك ما نعرفوش غير بعد 3 ايام. لا ده كمان، ده اما انا رحت بالصدفه اسلم على عمتك يعني، اصلا لو ما كناش رحنا كان ممكن تروح وترجع من غير ما احنا نعرف. عامة ربنا يتقبل منها، بس اتعلموا بقى ان احنا كمان نداري، مش كل حاجه ايوه يا منال هنعمل، ايوه يا منال هنسوي، يبقى المعامله بالمثل. خبثه، طلعت خبيثه قوي، خبثه قوي يا اختي. ايش حال يا اختي؟ ما الناس كلها بتروح العمرات اهو، المحدثين كده اللي بيبقوا ما بيصدقوا يعملوا حاجه. خلاص يا مروه، انا بقول لك ايه، والله العظيم انا رايحه لعمتك. لا 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 يا مروه ايه ده؟ هيروحوا يقولوا هند فتنت. لا يا مروه ولا تروحي لعمتك ولا تيجي. خلاص هي عايزه يا ستي تخبي، احنا بعد كده خلاص هنتعامل معاها بنفس الاسلوب. عصمت بنقول لها ليه اللقم ده؟ لا خلاص يا مروه، خلاص اعرف صاحبك وعلم عليه. دي بنت عمتنا واحنا كنا بنعاملوها زي اختنا. بعد كده يا جماعه كل واحد بالحدود، زي ما هي ماشيه بالحدود كده احنا نمشي زيها بس كده. بس لكن ما تعمليش مشاكل. هتروحي لعمتك وعمتك هتزعل وهتتضايق وبنتها تتصل بيها هتلاقي صوتها متضايق في ايه، في كذا وفي مش. ليه كل ده؟ بالظبط. كبري دماغك يا مروه ولا كاننا سمعنا حاجه. يا ستي احنا نعملوها بالمثل، ولو جت قالت لنا انتوا متغيرين ولا والله شوفي انت عملتي ايه. بس كده. بس خلاص على كده. لكن اهدي بلاش الجنان اللي انت هتعمليه. انت ما كنتيش قلت لنا هند احسن والله.